في دبله. طبعا. هل لا زالت هي نفس الدبله؟ طبعا. والله العظيم. طب ما اتكتب عليها من جوه؟ اصل في ناس ما بتكتبش. لا اتكتب عليها طبعا. طيب سؤال تاني، فخامة الرئيس لسه لابس الدبلة؟ هو لابس خاتم بدل الدبلة، كان والده جابهوله، لأن حضرتك تعرفي إن هو كان عنده محلات في خان الخليل. أيوه. فعندهم بقى طبعا المحلات اللي هي بتاعت الفضة والحاجات دي كتير. الله. فهو اختار له يعني خاتم جميل كده هو لابسه، يعتبر كأنه هو ده بدل الدبلة يعني. طب لما اتكلمنا عن والدة فخامة الرئيس ووالدة سيادتك، الأب هنا برضو سواء في منزل سيادتك أو في منزل فخامة الرئيس كان واضح إنه لا، وجود مؤثر وقوي جدا، وأكيد البيت اللي طلع هذا الرجل بالعقل ده والمخ ده يعني الأب فيه حد مختلف قوي. أكيد. والد مثلا سيادتك في الجواز مثلا، يعني سيادتك الوحيده ولا سيادتك ليكي اخوات؟ لا انا ليا اخوات، عندي اخويا الكبير وبعديه اختي وبعدين انا وبعدين مصطفى اخويا الله يرحمه اصغر واحد فينا. الله يرحمه ويحسن اليه. يعني الوالد كان شاف افراح ولاد قبل كده، لان انا بفتكر انه البنت حبيبه ابوها دي وهو بيسلمها العريسه بتبقى لحظه. لا انا كنت تاني واحده. طيب ايه النصيحه اللي نصحها وايه النصيحه اللي نصحها مثلا والد فخامه الرئيس؟ هو دايما كان يقول لي احتفظي بهدوءك دايما، طبيعتك جميله ما تغيرهاش. ايوه. لان يمكن انا واخده الطبيعه دي من بابايا. هو انسان هادي جدا جدا، كلامه قليل قوي قوي، بيميل للهدوء والراحه، وكان هو حتى كمان بيحب الصيد ويحب يروح مع اصحابه رحلات صيد كتير. فهو دي يمكن اللي خلته ان هو طبيعته تبقى هادي. طبعا. طب ووالد سيادته؟ بابا طول عمره انسان جد. المحلات بتاعت خان الخليلي بالرغم ان هي كانت كتير بس هو بيديرها اداره رائعه. ايوه. ويمكن ولاده كلهم خدوا منه حسن الاداره. ايوه. لانه كان بينزلهم وكان بيشوفوا، لانه هو كان عنده كميه عماله كتير جدا، فهم خدوا منه الالتزام. سيادتك عندك عزوه في البيت مين بقى بيفضل مين ومين عصبي ومين مش عصبي؟ يعني سيادتك ولا فخامة الرئيس مثلا؟ مين اللي عصبي؟ مين اللي يهدي؟ مين اللي يقول لهم طيب بس ما تقولوش لبابا؟ يعني كده الحاجات دي. هو ده كل ده اتفقنا عليه في الاول والله. هو قال لي بحب قوي ان احنا نكون احنا الاثنين على خط واحد. ايوه. ما ينفعش ان في حاجه تحصل من غير ما هو يكون عارفها. أيوة. حتى لو ما وجههمش بيها. أيوة. بس هو لازم يبقى عارف عشان يدي النصيحه اللي هتناسب الموقف ايه اللي حصل فيه. فكنا دايما احنا الاثنين نبقى على خط زي بعض بالظبط في ان على حسب الحدث نفسه. فكانوا الاولاد طبعا يعني يعملوا له الف حساب، لان هو عارفين ان هو وهو كان شديد على الصبيان. شديد لاي درجه؟ يعني العقاب كان شكله ايه؟ هو كان عقابه مجرد ان هو بس يعني رتم الكلام. يعني هم بيعملوا الف حساب، هو مش متواجد معانا طول الوقت. فطبعا دايما خايفين لان هو يزعل منهم. ايوه. يعني هم كمان قريبين كانوا منه بالرغم ان هم كانوا صغيرين، لان هو كان دايما بيجمعهم في وقت الاجازات. أيوة. هم وكل ولاد البيت. أيوة. وبعدين كان عامل لهم برنامج جميل جدا ان هو بياخدهم ويخليهم يتمشوا الصبح بعد الفجر. ايوه. وكنا بنتمشى كلنا. أيوة. حوالين مكتبه الطفل في مدينه نصر. ايوه. لدرجه ان كانت الناس اللي بتتمشى معانا كانوا فاكرين ان كل دول اولاده من كتر ما هو يعني فريق ماشي ما شاء الله، ولاد اخواته ولاد اخواته اللي هم الصبيان والبنات معانا. ايوه. فطبعا كانوا مستغربين جدا ايه ده. فكان هو دايما بيعلمهم ازاي ان هم يحبوا الرياضه. وبعد كده نرجع بقى كلنا بقى عشان نشوف بقى المدارس اللي هيروحوها والدنيا التانيه دي. فكان البدايه بتاعت اليوم فيها نشاط. ايوه طبعا، لانه هو حببهم في الرياضه. معروف جدا من اول لحظه اتعرفنا عليه فيها بانه بيصحى بدري جدا ويخرج يملأ رئتين وهواء نظيف قبل ما يروح مكتب او يعمل اي حاجه. دي حاجه عظيمه على فكره. بس برضه في نفس الوقت كان بيدلع البنات جدا. أيوة. على قد ما هي في شده. أيوة. لكن يعني يمكن آية وكل بنات البيت
كلهم كانوا دايما بيبقوا عندي، لان هو كان بيحب يدلع البنات جدا. أيوة. يقول البنت لازم تاخد حنيه، لانها بعد كده هي دي اللي هتفتح البيت أيوة. وتدي العطاء في الحنيه.